السلام عليكم حبيباتي، واش راكم يا الغاليات؟ راكم يا الزينات؟ ان شاء الله كامل راكم بخير وراكم بصحتكم وراكم لاباس. اهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم بنت الكوزينه. اليوم جبت لكم واحد البريوش، ما نسميش بريوش، تقدري تسميه مادلان. واش نقول لكم؟ خفيف خفيف يترعد هكذاك في يديكم، ما عندي ما نقول لكم، وسهل يعني ما يديش منك الوقت بلا ما ديري كل حبه وحدها غير في السنيوه وانتي درتيه. يعني واش نقول لك، روعه يا البنات، خفيف اخف من القطن. روعه يا البنات، شوفوا بعينيكم، يعني الصوره راهي تعبر عن نفسها. حاولت هنا نوري لكم، يعني درت واحده صغيره باش تشوفوا. وهيا مباشره نصليو على النبي ونبداو مع بعضنا الفيديو تاع نهار اليوم بكل طاقه ايجابيه. هنايا عندنا كميه تاع زاز، انا درت 2 مغارف كبار تاع زاز تاع الليمون، مبشور الليمون. ومن بعد هنا درت معاهم نص كاس تاع السكر عادي، وبديت ندير في هذوك الليمون والسكر مع بعض، يعني مليح مليح. هنا حبيتي تزيدي لافاني تقدري تزيدي لافاني، يعني راح تكون النكهه تاعو ما شاء الله. كما كنتوا تشوفون نخلط مليح هذاك السكر مع هذاك الزاز اللي هو مبشور الليمون. بعدها راح نضيف له كاس تاع ماء يكون دافي، ونزيد له نص كاس تاع حليب. خلطوا مليح هذو المكونات مع بعضهم. بعدها راح نضيفوا مغرف تاع خميرة الخبز، تقدري ديري حتى مغرف ونص، يعني على حساب الكوزينه تاعك. انا درت غير مغرف لانها سخونه الكوزينه تاعي. تحبي ديري مغرف ونص تقدري ديري. درت هنايا حوالي مغرف صغيره تاع لافاني، ودرت معاهم مغرف صغيره تاع خميره الخبز، ودرت معاهم الملح اللي هو مغرف صغيره. هنا راح نضيف الفرينه يعني محسوبه، يعني راهي تساوي 3 كيسان تاع فرينه. نخلطوا كامل هذو المكونات مع بعضهم وخلاص. هنا المهمه، هنا واش حنديروا دوكا؟ حنبقى نخلط في هذاك الخليط نخلط هذاك الخليط مليح، وندير الطريقه هذه يا بالفوي كيما هكا باش ندخلوا فيها الهواء وتجينا هذيك هشيشه ويجي مهوي، يعني يجي روعه. هنايا للامانه يا البنات راني نسيت الزيت، تقدري ديري نص كاس تاع زيت، تقدري ديري نص كاس تاع زبده، تقدري ديري خليط بين الزبده والزيت نص كاس. هنايا للامانه يا البنات على بالكم بلي نسيت الزيت، وليت نضيف فيه هنا. وليت درت بيدي بهذه الطريقه كيما نديرو تاع بكري تاع الخفاف وتاع السفنج. درت كيما هكا بيدي باش دخلت هذاك الزيت، ولقيتها فرصه باش هذاك وقلت ندخل فيه الهواء. بعدها خليتها تخمر مليح. بعد ما تضاعف الحجم تاعها جبت هنا كميه من شوكولا، اي نوعيه شوكولا. درت شوكولا نوار قطعتها مربعات ودرتها معاهم كيما هك، وراح نخلط كل شيء مع بعض. نقولكم يا البنات غير جربوا هذه الوصفة، ما عندي ما راح نقول لكم، يعني وصفة هايله بزاف. القهوه حليب لوليداتكم ولا العيله تاعكم، ويعني وصفه ما شاء الله. هنا جبت مول تاعي درت له ورق الزبده، بديت نفرغ في الخليط تاعي كما كنت تشوفوا. ديروا ورق الزبده باش ما يلصق لكمش، خير وخير. بعدها جبت هنا درت ديري صفار البيض مع الحليب، ولا ديري بيضه كامله مع الحليب، ولا ديري بيض مع قهوه، ولا انتي واش حبيتي. دهنت هذاك الوجه كامل. وهنايا بقات لي كميه قليله حبيت نديرها فرديه، يعني باش نوري لكم القوام تاعها كي طيب. شوفوا هنا كملتها من فوق. واش حبيتي ديري حبيتي ديري لوز ايفيلي، حبيتي ديري كاوكاو، حبيتي ديري جلجلان، حبيتي ديري السكر. انتي واش راكي حابه ديري من فوق تقدري ديري. انا درت هنا كميه تاع، كان عندي كاوكاو مرحي، زدت درت له من فوق شويه تاع جلجلان، ودرت له كميه من السكر، يعني السكر عادي درته من فوق باش يعطي لي هذاك الوجه الاحمر هذاك. ودرت خليتها تخمر. بعد ما خمر حطيته في الفرن خليته يطيب. يعني واش نقول لكم، وصفه تستحق تجربوها، هايله بزاف. تقدموها لضيافكم ولا لوليداتكم ولا ليكم ولا كيما حبيتوا، يعني ما شاء الله. هذه الوصفة اللي اخترتها لكم اليوم في القناة بنت الكوزينة، إن شاء الله عجبتكم. وإذا حاجة راكم حابينها وحابة نديرها لكم من أفكار، من وصفات، من حلويات، ما عليكم غير تخلوا لي في التعليقات، وإن شاء الله تستفادوا كامل يا الغاليات. واللي مازال ما يعرفوش قنواتي الأولى والثانية اللي اسمهم مطبخ إيمان
ديزاد، والثانية مطبخ إيمان 2. ما عليكم غير تدخلوا الخاصين بالأكل الصحي. هذه القناة خصصتها للأكل العادي، يعني على حساب العادات تاعنا وتقاليدنا الجزائرية، واش نحبوا ناكلوا واش نحبوا نديروا. حبيت نشارككم هكا يومياتي مع العائلة. اللي تحب الأكل الصحي ما عليها غير تروح على قناة مطبخ إيمان ديزاد أو مطبخ إيمان 2 وشوفوا لهذاك البريوش ولا المادلين ولا حبيت تسميه، يعني جا ما شاء الله جا هشيش ريشة، خفيف أخف من القطن، يترعد وحده. ما عندي ما نقول لكم، يعني يستاهل فمكم، يستاهل تجربوه وتفرحوا بعائلتكم هكا مع قهوة حليب مع ضيافكم. ديروا هكا كونتيتي يعني أفردية وديروها لومجة لوليداتكم، يعني ما شاء الله. ان شاء الله كامل نوضي، يلا نوضي حبيبتي، شمري ذرعيك ونوضي ديريه، على بالي حيعجبك بزاف بزاف. وهذا هو الفيديو تاعي اللي اخترت لكم نهار اليوم. ما تنساوليش هذوك اللايكات وهذوك التعليقات، والى اللقاء.